الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، نكمل إن شاء الله ما بدأناه من شرح كتاب أبجدية التصوف لمولانا العارف بالله تعالى سيدي الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رضي الله عنه وعنا به في الدارين آمين. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الأسئلة التي سئلت لمولانا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم وأجابها عليها في كتابه أبجدية التصوف. وقلنا أن معنى كلمة أبجدية التصوف أي الكتاب يتحدث عن ألف باء التصوف، أي لا يدخل في عمق علم التصوف، إنما هو أسئلة وإجابات مختصرة تفتح بها الباب للإطلاع وإلى معرفة هذا العلم العظيم. كنا في المجلس الماضي تحدث سيدنا الشيخ عن السؤال حينما سأله الصحفي من هو الولي وما هي صفات الولي، وهل يجوز أن نطلق على إنسان أنه ولي في حياته كده يعني مباشرة نقول ده هذا ولي. وأجبنا على هذا السؤال كما ذكر مولانا أن يجوز أن نقول أن فلان وليا لما يظهر من أعماله الظاهرة، لأننا أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. وهناك أمثلة من السنة النبوية العظيمة الكثيرة والكثير التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أقواما بصفاتهم، يعني يدخل عليه رجل يقول يدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وكانت تمر جنازة على بعض المسلمين فيثنون عليه خيرا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة لأنهم أثنوا عليها خيرا، لأن ألسنة الخلق هي أقلام الحق سبحانه وتعالى. واليوم نتحدث إن شاء الله أو نتكلم عن بعض الأسئلة أيضا التي سئلت مولانا الشيخ سألها هذا الصحفي، فمنها يتحدث عن قضية من أهم القضايا التي تهم المتصوفة خاصة والمسلمين عامة، وتدور حولها الكثير من الإشكاليات الكثيرة، حتى وصل بالبعض أن يكفر بعضه بسبب هذه الأمور وهذه الأفعال. وهي كما سأله الرجل قال له لماذا يبدي الصوفية ولعا شديدا بإقامة الأضرحة؟ بيقولوا ليه يعني الصوفية والمتصوفة دول هم اللي مهتمين بأمر الأضرحة وإقامة الأضرحة؟ شمعنا يعني ليه عندهم هذه المحبة الشديدة أنهم يقيموا أضرحة على قبور بعض المسلمين؟ طبعا هذه القضية قضية من أساس الإشكاليات والاتهامات التي توجه للتصوف والصوفية من أعداء التصوف وممن يجهلون معنى إقامة الأضرحة على قبور الصالحين. سيدنا الشيخ هنا أجاب إجابات بسيطة جدا يستطيع كل مسلم أن يفهمها وأن يجيب بها لمن ينكر عليه. والأمر لم يختصر على الإنكار بإقامة الأضرحة، إنما وصل إلى التكفير، أنهم يكفرون الذين يقيمون الأضرحة أو يزورون أضرحة آل البيت أو الصالحين. فبيقول له هنا ليه عندكم أنتم ولع الصوفية بإقامة الأضرحة؟
فهنشوف احنا كده، هنقرأ كلام سيدنا الشيخ محمد زكي بن إبراهيم، وإذا هناك أمر أراد التوضيح نوضحه إن شاء الله. فقال له رضي الله عنه: الصوفية لا ييأسون من الموتى كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني احنا عندنا الصوفية مش زي الكفار. الكفار هم الذين يئسوا من أصحاب القبور، لأن الأصل في عقيدة المسلم أن الموت ليس فناء. الموت ليس فناء، إنما الموت هو انتقال من حياة دنيوية إلى الحياة البرزخية. هل القبر هو نهاية الدنيا ونهاية العالم، ولا لسه فيه رحلة تانية للإنسان بعد البرزخ؟ اعتقاد المسلم أن هناك رحلة لسه مستمرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لسه الأمر مش مختصر على القبر وخلاص، أنتوا هتبقوا زي الكفار تيأسوا من أهل القبور. لا، احنا عندنا لا نيأس من أهل القبور، لأن القبر أو الموت هو مرحلة بين حياتين: الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. ولذلك يسمون حياة البرزخ، الحياة في القبر هي حياة البرزخ. والبرزخ هو الأمر الذي يفصل بين شيئين. البرزخ هو إيه؟ الأمر أو الشيء هو اللي يفصل بين شيئين، يسمى برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل بين اثنين. فالقبر ده فاصل بين حياة دنيوية وحياة لسه باقية، الحياة الأخروية. وهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر الإنساني الكادح إلى الله، فالميت عندهم حي حياة برزخية، وللميت علاقة أكيدة بالحي، بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث رد الميت السلام على الذائر. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن الإنسان إذا زار القبور إيه يعمل؟ أن يرد عليهم السلام. فقالوا لو كان الموت فناء زي ما تقولوا أنتوا عندما مات انتهى، يبقى ما هو الداعي لرد السلام؟ يبقى رد السلام شيء من الخبل أو الجنون أو العبث، لأنها نرد السلام على تراب أو أحجار لا يمكن طبعا. فكونوا أن سيدنا صلى الله عليه وسلم شرع لنا رد السلام على كل الأموات، على كافة الأموات، وليس خاصا بالأولياء والصالحين فقط، لا، إنما كل الأموات. إحنا من السنة أننا إذا دخلنا القبور نسلم عليهم. فلو كانوا هم يعني لا يسمعون هذا السلام، يعني ينفع أقول السلام عليك يا حيطة؟ ينفع؟ أو لحجر؟ لا، إنما يرد السلام المسلم على من إيه؟ من يرد عليه السلام. فنرد السلام على الأموات لأنهم يسمعون هذا السلام، يسمعون هذا السلام. وليس هذا قاصرا على المسلمين فقط، إنما هو حتى يشمل الكفار. يعني الكفار في قبورهم أحياء، الكافر في قبره حي، يسمع كلام الأحياء إذا وقفوا على قبره. وهذا كما حدث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى بدر. النبي لما وقف على القليب، يعني الحفرة التي حفرت لقتلى بدر من الكفار، تمام، وقف عليهم قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فسيدنا عمر قال له: يا رسول الله، ما تخاطب إلا أقواما قد جيفوا. أنت بتخاطب مين يا سيد النبي؟ دول ناس بيقوا جيفة خلاص يعني. فسيدنا النبي قال له إيه؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم ولكن لا يستطيعون إجابة. يعني أنتم مش سامعين أكثر منيهم، ده هم سامعيني أكثر منيكم كمان. ها؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. حتى هذه الحواس بتختلف بعد الانتقال. فسيدنا النبي قال له: لا، مش أنت مش سامعين أكثر منيهم يا عمر، لا، ده هم سامعيني، بس الفرق بينك وبينهم أن هم لا يستطيعون إيه؟ الإجابة، لا يستطيعون إجابة. فمعنى كده أنه حتى الكفار
حتى الكفار وغير المسلمين أحياء في قبورهم. وإلا كيف نفهم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ ما هي قيمة أن يكون روضة أو يكون حفرة إذا كان هذا الميت أو الموت فناء؟ لماذا يكون القبر روضة أو يكون حفرة؟ روضة على المسلمين المؤمنين الصالحين وحفرة على الكافرين. لماذا يكون روضة؟ ليتنعم صاحب القبر في هذه الروضة في قبره، ويعذب الكافر في قبره. يبقى ما دام أنه يساب وينعم يبقى أنه يشعر. ليه؟ لأنه الإشكالية عند إخواننا دول لا يفهمون أن خصائص الإنسان ومميزاته وقربه من المولى سبحانه وتعالى تكون هذه الخصائص في الروح وليست في الجسد. الخصائص والميزات والقرب من المولى سبحانه وتعالى والطاعة هي متعلقة في الأصل بالأرواح. وهل بعد الانتقال هذه الخصائص التي كانت في الدنيا مع صاحبها من طاعة وعبادة وقرب هل هي بتنفصل عنه بعد الانتقال؟ لا طبعا، هي باقية كما هي، لأن الروح باقية. الجسد لو كانت مع الجسد هذه الصفات وهذه المميزات، نقول لما الجسد يفنى يبقى هذه الخصائص الروحية التي فيه يبقى بتفنى وما فيهاش أي لازمة أو ميزة. ولكن الخصائص أصلا متعلقة بالأرواح. الخصائص والعبادة والطاعة والقرب والذكر متعلقة بالأرواح، والروح دائما متعلقة بمكان دفن الجسد. مش كده برضو؟ احنا لما نرد على السلام على الجسد ولا على الروح؟ لما ندعو ونسلم ما من أحد يزور قبر أخيه ويسلم عليه إلا رد عليه السلام. أي إنسان أي مسلم. فمعنى ذلك أنه من باب أولى أنه أهل الصلاح وأهل التقوى أن يكون موجودين وأحياء في قبورهم. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة أهل البقيع ويرد السلام عليهم ويكلمهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. طيب، انتوا عارفين يا اخواننا في كتاب اسمه كتاب الروح. كتاب الروح ده لابن القيم. ابن القيم ده أكبر تلاميذ ابن تيمية. كتاب الروح ده لو حد كده ربنا وفق كده وطلع عليه يجد فيه أشياء تتعلق بالأرواح وبقاء الأرواح وانتفاع الأرواح بعد الانتقال. هذا الكلام لو ذكره أحد علماء الصوفية لقالوا أنه ده بدع وكفر بيقولوا ده كله. والله كتاب كله يتحدث. يمكن بعض الصوفية لم يتحدثوا بربع ما تحدث ابن القيم عن خصائص الروح بعد انتقال الإنسان إلى الدار الآخرة. طيب، نعم، صحيح الروح ماشي، المهم حاجة فيها روح وخلاص هي. نعم. والصوفية يعتقدون بحق أن الولي في الدنيا ولي بخصائصه الروحية ومواهبه الربانية، والخصائص والمواهب من متعلقات الأرواح ولا ارتباط لها بالأجسام البتة. فالولي حين يموت ترتفع خصائصه ومواهبه مع روحه إلى برزخه، ولروحه علاقة كاملة بقبره بدليل ما قدمنا من السلام عليه ورده السلام. طيب، يبقى معنى كده أن أرواح المسلمين باقية وأرواح الصالحين موجودة بخصائصهم التي كانوا عليها من الصلاح في قبورهم. طيب، نجي بقى عند إقامة الأضرحة. ده في كتاب لسيدنا الشيخ صديق الغماري اسمه إحياء المقبور من الأدلة في جواز إقامة الأضرحة على القبور. كتاب كامل اسمه
إحياء المقبور من الأدلة في جواز إقامة الأضرحة على القبور، جايب أدلة كثيرة جدا على جواز أن يقام الضريح أو العلامة على قبور الصالحين. طيب، هو المسلمين غالبا في الأصل بيقام ضريح على قبور عامة المسلمين أم من يظنون فيهم الصلاح؟ من يظنون فيهم الصلاح، مش كده برضو؟ يعني هي كل القبور عليها أضرحة أو مقامات؟ لا، إنما من يعتقد فيهم المسلمين صلاحا وتقوى وقربا من المولى سبحانه وتعالى. ليه؟ طيب، حتى يعلموا هذا المكان، يبينوا هذا المكان، حتى قالوا يعرف مكان الصالح من غيره. هل لازم؟ لا، مش لازم، إنما هي إشارة أو علامة على أن هذا المكان فيه صالح. لأنه طبعا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولوا حديث إيه؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، بيقول سيدنا النبي سيدنا علي الحديث كده، يعني ما يلقاش أي قبر مشرف أو مرتفع إلا تسويه بالأرض. طيب، هذا الحديث هو سابق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث منسوخ بفعل النبي. إيه معنى أنه منسوخ؟ يعني سيدنا النبي قال هذا الكلام سيدنا علي كان في بداية الإسلام، وكان لسه القوم حديث عهد بالجاهلية وبعبادة الأصنام والأحجار، فخاف أن يكون لسه في بقايا من بعض هذه الأمور عند الكفار فيعظمون القبور المرتفعة، وربما يحدث إيه بعض المخالفات عندها. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل سيدنا النبي بقى؟ هذا قول، والقول هذا سابق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور البقيع ذات مرة، ولما دفن سيدنا عثمان بن مظعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، في الرضاعة يعني، فجاب سيدنا النبي حجر كبير جدا 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 كده، شاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ووضعه على قبر سيدنا عثمان بن مظعون. ليه يا سيدنا النبي وضعت هذا الحجر على هذا القبر؟ قال أتعرف به قبر أخي، أتعرف به قبر أخي. يعني معنى كده أن سيدنا صلى الله عليه وسلم وضع علامة مميزة على قبر سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه ليعرف قبره ومكانه. قال وليدفن إليه أهله، يعني برضو لما حد يموت من أهل بيته يدفنوه عندهم. يعني دلوقتي لو رحنا احنا المقابر وكلها زي بعضيها، هل في عيلة هتعرف قبورها فين؟ لا، لكن بنعمل حويزة كده، دوار زي ما يسموها، نعمل قبر مميز، نعرف حتى هندفن فين كنا، يعني عند واحد عند ناسه. لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الفعل كان بعد حديث سيدنا علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سوي. هم يحتاجوا بهذا الحديث. طيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع حجر كبير على قبر سيدنا عثمان، يبقى الفعل ناسخ لهذا القول، والفعل متأخر. يعني الفعل كان بعد ما قال النبي لما استقر الإسلام والإيمان في قلوب الناس، وخرج عرف أنه لا يمكن حد من المسلمين يسجد لقبر أو يعبد قبر، استقرت الأمور. طيب، إحنا دلوقتي هل وجدنا أحد من المسلمين سجد لقبر سيدنا الحسين؟ أبدا. سجد يعني صلى له، أو قبر السيدة زينب، أو قبر السيدة نفيسة، أو قبور آل البيت، أو قبور صحيح؟ أبدا، لا يمكن، لأن الأمة محفوظة من الشرك الأمة. طب هو في حد شفتوه سجد لقبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد قبر سيدنا النبي؟ ما يحصلش أبدا، لم يحدث، الأمة محفوظة. إنما كان هذا الأمر في بلاد الدين. فإقامة الأضرحة على قبور الصالحين من هذا الباب، من باب التعرف على أماكن دفن الصالحين. طيب، وهذا الحديث أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر بعض الصحابة وهو سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وقال أتعلم به قبر أخي.
وكان هذا الحديث بعد حديث علي رضي الله عنه بتسوية القبور المشرفة، فاستدلوا به على جواز اتخاذ ما يدل على القبر وعلى فضل صاحب القبر بلا إغراق ولا مبالغة، رجاء استمرار زيارته والدعاء له والقدوة به والصدقة عليه وحفظ أثره. يعني من هذا الباب بيقول سيدنا الشيخ هنا أنه إذا كان سيدنا النبي فعل ذلك مع قبر سيدنا عثمان بن مظعون، فكذلك الناس يفعلون بقبور الصالحين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه القبور يعني رجاء زيارتها والقدوة بها. يعني نشوف قبر أحد الصالحين ونتذكر سيرته وقربه وعبادته من في الدنيا، فنقتدي بهذه العبادة ونكثر من زيارته والدعاء عنده، لأنه كما نعتقد جميعا أن في قبور عامة المسلمين نعتقد فيها أنها روضة، فيجوز أن ندعو عند القبور. هي مشكلتهم يا إخواننا يقولوا أنتم بتدعوا أصحاب القبور. لا، احنا مش بندعي، محدش بيدعي صاحب القبر، يعني محدش بيدعي أو يدعو صاحب القبر، لا أحد يتوجه لصاحب القبر بالدعاء. يعني نحن نتوجه إلى سيدنا السيد يوسف أو سيد الحجاج بالدعاء، أم نتوجه عندهم إلى الله؟ ففرق أنه إحنا نتوجه عندهم ليه؟ رجاء بركة المكان، وأن اعتقادنا أن قبور الصالحين روضة من رياض الجنة، ونحن مأمورون كمسلمين أن نتخير الأماكن الصالحة الطيبة للدعاء والأوقات الطيبة الشريفة للدعاء، فنتخير هذه الأماكن لاعتقادنا نحن أنها روضة من رياض الجنة، وقطعا الدعاء في الروضة إن شاء الله مقبول، ليس إلزاما، إنما رجاء القبول. الإنسان يفعل بعض الأسباب التي تقربه من الله. يعني إحنا مثلا في هذه الأيام بندعو ونكثر من التكبير والتهليل لله سبحانه وتعالى الأيام الفاضلة رجاء فضلها ولكثرة ثوابها عند المولى سبحانه وتعالى، ولحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء والذكر والعبادة والتكبير والتسبيح والتهليل في هذه الأيام. هذا رجاء الطاعة، رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى. فكذلك نفعل بقبور الصالحين، لا ندعوها إنما ندعو عندها. هل يجوز ندعي بعيد منها؟ يجوز طبعا، احنا بندعي في أي مكان، مش كده برضو، لكن تتهيأ الفرصة أن نزور قبر رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصالحين رجاء بركة صاحب القبر. وقلنا احنا الخصائص والفضل والميزة والمزية للصالح باقية مع روحه أم فنيت مع الجسد؟ باقية مع الروح. احنا بنروح نزور هذه الروح هي التي نرد عليها السلام. طيب، وقد التمس علماؤنا الدليل فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إقامة الأضرحة وعمل المولد دخلوا في قصة ثانية. ليه أنتم بتعملوا موالد وحوال لهؤلاء؟ طيب، قال والاحتفال إن لم يكن بصورته هذه في الصدر الأول وهو على وضعه الحالي فيه المقبول والمرفوض. شوفوا ازاي الانصاف بتاع سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم، شوفوا الانصاف ازاي بيقول. والموالد حاليا بيقول هناك فيها المقبول وفيها المرفوض، مش كده برضو؟ هذا يعني هذا كلمة حق، هذا انصاف. ما قالش لا هنعمل موالد واللي مش عاجبه مش عاجبه واحنا لا، هناك في بعض الموالد تحدث فيها مخالفات، حد يقدر ينكر ذلك؟ لكن هناك موالد أو احتفالات بالصالحين كلها شرع وكلها تشريع، لا تخلو عن تعظيم أمر الشرع في إقامتها. طيب، وفيها المقبول والمرفوض. معلش احنا هنطول شوية عشان ما خدناش درسين قبل كده عشان نقدر نمشي كده في الكتاب، واللي عاوز ينام مفيش مشاكل يعني. في 3-4 جنب كده يناموا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. وقد التمس علماؤنا الدليل فوجدوا أن الله كرم يوم الولادة ويوم الموت والبعث مرتين، مرة
بلسان القرآن، وأخرى حكاية على لسان سيدنا عيسى. فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال سيدنا عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكرم القرآن يوم الميلاد ويوم الوفاة ويوم الانتقال. ونحن حينما نحتفل بالصالحين من هذا الباب، من هذا الشرع، من هذه الآية التي ذكر المولى سبحانه وتعالى تعظيما ليوم الوفاة، يوم الميلاد ويوم الانتقال. فنحن نحتفل بليالي الصالحين إما بمناسبة يوم ميلادهم أو يوم انتقالهم. مش كده برضه؟ واحنا بنعمل الحول والموالد امتى؟ يا إما مناسبة مولد الولي أو بمناسبة يوم انتقال الولي، التي كرم القرآن يوم الميلاد ويوم الانتقال. وكلنا احنا معظمنا بيعمل احتفالات ما شاء الله بعيد ميلاده. لو يلقى عدد يعمل احتفال بيوم وفاته يعمل، لكن مش قادر يعملها. لكن كنا بنعمل، معظمنا بنعمل ايه؟ احتفالات باعياد ميلادنا والطرط والهيصة. لا تتاجي عند الصالحين يقول لك لا ما تنفعش وحرام وبدع وهكذا. فتكريم هذه الأيام كرمها القرآن وذكرها سبحانه وتعالى، لأنها ذكريات فاضلة تذكر بسيرة هذا الولي وما كان عليه من العبادة والذكر. فتحمس الناس والشباب أن الإنسان يفعل مثل هذا الولي ليصل إلى هذه المرحلة من الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعليه فيجوز إقامة إحياء موالد الصالحين لما فيها من الذكريات النافعة والعبر الموجهة، وبما فيها من تلاوة القرآن والمواعظ والإرشاد والذكر الصحيح، وما فيها من التعارف والتعاون على البر والتقوى. يعني آدي المولد الشيخ النجيب يقول آدي الشيخ المولد اللي هو إيه نقصد ونتحدث بجوازه، هو المولد ده اللي فيه قراءة قرآن وفيه مواعظ وفيه إيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المولد. فإقامة هذا المولد إن كان فيه قراءة القرآن وفيه ذكر وفيه مواعظ وفيه ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع لا مطعن فيه في أي وقت، بمناسبة أو غير مناسبة، بمولد أو غير مولد. فإيش معنى إذا قالنا كان اسمه مولد يبقى إيه حرام؟ قراءة القرآن والذكر ويعني ذكر المواعظ ده مش مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت، لكن ترتبط بمواعظ الصالحين يقول لك إيه هذه بدعة. طيب هذا الذي نقره كما قال سيدنا الشيخ. وإن كان هناك بعض المخالفات، وهنا يجب أن نقرر أيضا القاعدة العلمية الثابتة بأنه ليس كل ما لم يكن في الصدر الأول هو حرام، وإلا فلم يبقى في حياتنا شيء حلال. إذا كان إحنا نقول لم يكن هذا على عهد النبي ولا عهد الصحابة والتابعين، يبقى في حاجات كتير جدا بنعملها إحنا تمام مرتبطة ليست في أصول الدين، ولا أحد يحدث أمرا من ليس من الدين، إنما هو من الدين. يعني اجتماع المسلمين من الدين، وقراءة القرآن من الدين، مش كده برضو؟ واستماع إلى المواعظ من الدين، وذكر الله من الدين. كلها هذه أمور مشروعة ومطلوبة في أي وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. إذا ارتبطت بموالد الصالحين فهي أكثر خيرا لما فيها من اجتماع والتعاون على البر والتقوى، ما لم يكن فيها حراما طبعا. وفيما عدا هذا ممن دس في هذه التجمعات من المفاسد الخلقية والدينية والاجتماعية وغيرها، بيقول ربما يكون في حاجات بتندس داخل الموالد في مخالفات ومفاسد خلقية ودينية واجتماعية. بيقول فعلا بيدخل في بعض الموالد هذه المخالفات، لا ننكرها، يعني لا نضع يعني رؤوسنا في الرمال زي ما يقولوا، لكن نواجهها بالتقويم. نقول هذا لا يجوز في احتفال ولي أو في غير احتفال ولي. يعني لا يجوز احتفال بليالي الصالحين أو الأولياء أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف الشرع.
يعني حد يجيب له مثلا بيسكر أو بيشرب أو يجيب له فرقة وزمارة ويقول ده احتفال بمولد الصالح، أو يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء والمتبرجات، هل حد يقر من أحد من المسلمين؟ أبدا، هذا نرفضه ونحاربه قبل غيرنا. ولكن كيف نحارب؟ نوجه بالموعظة الحسنة، ونقول أن هذا يخالف نهج الولي. يعني الولي في حياته ظل حياته كلها يحارب هذه البدع وهذه المحرمات، وانت لما تجي تفي مولده تجيب فيها محرمات ومنهيات، ما ينفعش طبعا انها تنسب الى الولي، وهذا الذي نحاربه ونمنعه. طيب، بيقول سيدنا الشيخ برضه شوف الانصاف: وهذا شيء عم وطم واورث الهم والغم. يعني الحياة دي لما زادت وطمت وبقيت حاجة صعبة جدا، جابت لنا الهم والغم لأن فيها بعض المفاسد. هل نمنعها ولا نقومها؟ نقومها أفضل. التقويم نقول هذا هو الطريق السليم للاحتفال بموالد وليالي الصالحين، يكون أمرا على الشريعة كما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن وعلى الاجتماع على ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله وبعض المدائح التي تحرك الأشواق والقلوب محبة في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل تاني ولا كده كفاية؟ نديها نص ساعة تاني؟ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك